السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. استقرار الجهاز الفني بالنادي الأهلي على خوض مباراة ودية يوم الاثنين الساعة 10 صباحا، ثم يتدرب الفريق في اليوم التالي، ثم يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 6 أيام. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي سيسافر يوم الثلاث المقبل إلى سويسرا وبقية معاونيه بعد خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق الشباب، وسيعود لقيادة تدريبات فريق النادي الأهلي يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر. النادي الأهلي يواجه المقاولون العرب يوم الأحد 27 نوفمبر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر المؤجلة من موسم 2021-2022. ويوم 26 من نفس الشهر الزمالك يواجه المصري في نفس الدور من عمر البطولة. النادي الأهلي يرفض عرض من أحد الأندية الإماراتية بمبلغ خيالي لضم مدافع الفريق محمد عبد المنعم. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن ضم محمود علاء وعبد الله جمعة إلى قائمة المنتخب. الثنائي قدم الكثير مع المنتخب، كما أن الأمر متعلق بالإصابات التي ضربت اللاعبين في هذين المركزين. كذلك استدعاء الثنائي هو رسالة للاعبين بأني أعتمد عليهم. محمود علاء لديه خبرة وجمعة صغير السن نسبيا، وانضمامه يعني أننا نفتح الباب لانضمام أي لاعب، كما أن جمعة خاض مباراتين كأساسي مع الزمالك مقابل مباراة واحدة لكريم فؤاد مع الأهلي. وعن عدم ضم اللاعب كريم فؤاد إلى قائمة المنتخب قال فيتوريا: قمت بضم اللاعب في المعسكر الأول وفي وقت كان لا يثق فيه الأهلي وفي قدراته، وأنا كنت أثق فيه، وأنا في حاجة في الوقت الحالي لرؤية لاعب آخر في نفس مركزه من أجل الحكم عليه. يذكر أن معلومات روي فيتوريا مغلوطة تماما. عبد الله جمعة لم يشارك في مباراتين مع الزمالك. عبد الله جمعة شارك في 15 دقيقة مع الزمالك فقط في الدوري، مقابل 123 دقيقة شارك فيهم كريم فؤاد مع الأهلي. عبد الله جمعة في مشاركاته مع الزمالك لم يساهم في أي أهداف، مقابل 6 أهداف ساهم فيها كريم فؤاد سواء بالتسجيل أو بالصناعة للنادي الأهلي، بالإضافة إلى عدم وجود رابط بين عبد الله جمعة وكريم فؤاد. كريم فؤاد في مركز الباك رايت وعبد الله جمعة في مركز الباك ليفت. أحمد شوبير: هناك غضب داخل النادي الأهلي من روي فيتوريا مدرب المنتخب بسبب تصريحاته عن كريم فؤاد، وأنه ضم اللاعب لما كان الأهلي مش مؤمن بيه، وإن ده تدخل في شؤون النادي الأهلي، وإن دي أمور فنية خاصة بالنادي ما ينفعش مدرب المنتخب يتكلم عنها. عدل القيعي: لا أحب التعليق على اختيارات روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر، لكن أقول أن فيها شيء من الغرابة، وكنت أتمنى ألا يقوم بتبرير هذه الخيارات لأن مبرراته غير مقنعة. ولا يوجد مشكلة في عدم اختيار فيتوريا لكريم فؤاد، لكن المشكلة في أنه برر ذلك برغبته في مشاهدة لاعبين آخرين، رغم أنه اختار لاعبين يحتفظون بمراكزهم بالفعل وآخرين لا يلعبون مع أنديتهم. خيارات فيتوريا تعطي انطباع أن قراراته ليست كلها من دماغه. أحمد شوبير: الأهلي يتلقى عرض رعاية قوي لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد، وواضح إن إخواتنا العرب هيكون ليهم أدوار قوية الفترة الجاية في الرعاية الخاصة بالنادي الأهلي. إبراهيم سعيد: عدم اختيار كريم فؤاد للمنتخب رغم أدائه المميز والتطور في الأداء الفترة الأخيرة غريب بصراحة، خصوصا أن الناشئ عمر جابر منذ انضمامه للمنتخب لم يقدم شيء ولا حتى مع ناديه الفترة الأخيرة، وبقاله 10 سنين على نفس الأداء ومفيش أي تطور داخل الملعب. إسلام صادق: الأهلي لا يستحق جائزة نادي القرن الأفريقي وكانوا قاصدين يبعدوا الزمالك. لاعبو الزمالك خسروا من الأهلي 6-1 عشان يمشوا أوتوفيستر، وقفشة لاعب عادي وما يستحقش إنه يلعب في النادي الأهلي. وأنا اللي عملت قناة الأهلي، وحسن حمدي أفضل من الخطيب وصالح سليم. رغم إعلان محمود العسال المستشار القانوني للزمالك عن مرض مرتضى منصور ونومه على سريره 5 أيام بعد الحكم ضده ورفض رفع الحجز عن أرصدة الزمالك لممدوح عباس، مرتضى منصور يظهر على قناة الزمالك الساعة 2 صباحا، وأبرز تصريحاته أنه يحمل الدولة المصرية مسؤولية السكر والضغط اللي جوله، والدولة هي اللي عملت فيه كده. وأضاف: الزمالك خسر السوبر بمؤامرة من الإمارات، إشمعنى نلعب على نفس الملعب اللي خسرنا عليه من الأهلي قبل كده؟ والولد اللي اسمه يعقوب السعدي جايب كل رموز الأهلي وما استضافش زملكاوي واحد. طبيعي إننا نخسر الدوري. أنا ممنوع من السفر بسبب القضية اللي محكوم عليا فيها بالسجن للخطيب، والخطيب عمال يسافر من ألمانيا للسعودية، كل ده سبب خسارة الزمالك للسوبر أمام الأهلي.
أنا أخدت طعنة لما اتقالي أنت ممنوع من السفر، مش هينفع أسافر الإمارات. أنا مش هفضل أمد إيدي للصلح مع الخطيب وآخد على قفايا، خلاص كفاية كده. الأهلي يرغب في ضم اللاعب عمر فايد لاعب المقاولون العرب، وناديه يرغب في الحصول على 12 مليون جنيه للتفريط في اللاعب. وإدارة الأهلي ترغب في إرسال عرض رسمي بقيمة 6 مليون جنيه لحسم الصفقة، ولكن تنتظر القرار النهائي لمارسيل كولر المدير الفني. بعد مقترح فاروق جعفر بمشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الرابطة. ثروت سويلم عضو رابطة الأندية. بطولة كأس الرابطة تسمح بمشاركة المنتخب الأولمبي، ونظام البطولة قد يتغير في حالة مشاركة المنتخب. روي فيتوريا: مباراة بلجيكا ستكون صعبة لأننا سنواجه المصنف الثاني على العالم، والهدف من تلك المباراة مواجهة تحدي صعب وقوي أمامنا. يوجد اختلاف في المستويات في المنافسة، وواضح جدا أن المباراة ستكون مخاطرة كبيرة، لكن لابد من خوضها وسنتقدم بهذا المستوى. محمد صلاح سيخوض مباراته مع ليفربول يوم 12 نوفمبر، وسيكون موجودا معنا يوم 13 أو 14 نوفمبر، ونأمل أن يكون جاهزا من الناحية البدنية لخوض مباراة بلجيكا. محمد يوسف مديرا فنيا لطلائع الجيش خلفا لعلاء عبد العال. برونو سافيو يشكر الكابتن محمود الخطيب لإحضار عائلته إلى مصر. مصطفى محمد يسجل ويصنع أمام أولمبياكوس، ويقود فريق نانت للتأهل في الدوري الأوروبي. بعد انتشار إشاعات اتحاد الكرة لا صحة للاستعانة بسمير عثمان لرئاسة لجنة الحكام، وكلاتنبرج مستمر في منصبه بتأييد ودعم تام من مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل. رسميا قطر تقرر إذاعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين منتخب قطر والإكوادور على القنوات المفتوحة. رسميا جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم، لن يلعب لأي فريق آخر بعد برشلونة. المباراة القادمة يوم السبت أمام ألميريا ستكون آخر مباراة مع البلوغرانا. ضغوط ألمانية على توني كروس لإعادة النظر في قراره بشأن الاعتزال دوليا والعودة لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم. توقعات محمد أبو تريكة لبطل كأس العالم: نصف النهائي بين الأرجنتين والبرازيل، والآخر بين أسبانيا وفرنسا. النهائي يجمع بين الأرجنتين وأسبانيا، وبطل كأس العالم سيكون منتخب الأرجنتين. فان دايك: جيرو هو أكثر مهاجم عانيت ضده، دائما أشعر بأنه تحت سيطرتي، ولكن بطريقة ما دائما يسجل ضدنا سواء مع أرسنال أو تشيلسي أو فرنسا. انتهت اخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.